كلمة من اخت لاختها اللي حامل في بنوتة يا دوب تنزل تجهزها دلوقتي، كمان كام سنة محدش هيقدر يشتري اي حاجة. الاسعار نار، الاسعار حرفيا نار. نزلت قلت اجهز هندة، ما انا هندة عندي الكبيرة وانا بسم الله ما شاء الله عندي بدل البنوتة 3. قلت اما اجهز هندة بطقمين كوبايات ولا كاسات كده ينفعوها. يا هندة هجهزك، يا هندة جبتلك طقمين 3 تركي حلوين قوي. قالت لي لا يا بنتي بصي ده حاجات حلوه اهي ولونها جميل. قالت لي لا يا ماما فين انا وفين الحاجات دي، هيكون الموضه بتاعتها ادمت. قلت لها خلاص انا كل الحاجات دي هفرشها في النيش بتاعي. آه والله العظيم اقسم بالله فعلا الاسعار حاجه فظيعه. انا مش عارفه ازاي. ربنا يكون في عون كل عروسه بتجهز، وربنا يكون في عون كل اب وام بيجهزوا دلوقتي. بصراحه الاسعار يعني حاجه تصدم بجد. انا بقولك دلوقتي لو انت عروسه او داخله على جواز او مخطوبه او جهزي الحاجات الاساسيه بس اللي هتنفعك. والله اسمعي مني، يعني انت دلوقتي بتتكلمي في حاجه بدل ما بقى سعرها جنيه بقى سعرها 10 جنيه، زادت اضعاف الاضعاف. في الاول كنا بنقول ضعف واتنين، دلوقتي بقت 10 اضعاف. عندنا روتين حلو قوي قوي النهارده، في حاجات كتير قوي هتشوفوها معايا في الفيديو ده. يا ريت تكملوا باقي الفيديو للنهايه. وعندي فضول بقى قوي 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 اعرف بتتابعوني منين. كل واحده بتتابعني من بلد تقول لي هي بتتابعني منين وتحط اللايك بتاعها الجميل، عشان انا مش دايما بطلب الحاجات دي، بس انتوا بقى وانتوا ذوقكم. طبعا انا بدات يوم النهارده ان انا اعمل فطار كده رايق، علشان كان اليوم عندي طويل قوي قوي. قلت اعمل كيكه كده حلوه على السريع من غير لا خلاط ولا دربكه ولا مواعين كتير. عملتها بالمضرب بس المضرب اليدوي. بصوا بقت جميله ازاي. انا عملت معاكم الكيكه باللبن السخن ده قبل كده. وقلت لكم ان فرق بين الكيكه العاديه باللبن البارد ان دي بتطلع هشه وجميله. بصوا القالب ده انا جبته جديد، وبصراحه القوالب السيليكون دي يعني من احسن الانواع في القوالب السيليكون. هو نوع الخلوط ده حلو جدا وجميل، وبصوا عملي وطلع لي الكيكه خرافيه فعلا. انا بعد كده مش هعمل غير في القوالب دي. تمام. بصوا الكيكه حلوه ازاي وهشه، ومع انها كانت سخنه وما كانش ينفع اقطعها دلوقتي، بس انا عشان كل حاجه تبقوا بتشوفوها بنفسكم. وعملت لي كده مج نسكافيه رايق وحلو علشان ابدا اليوم بتاعي، لان بجد ما كنتش مفوقه وكنت تعبانه وفاهمين انتوا، وعندي كده طاقه سلبيه الايام دي ومرهقه جدا جدا. قلت بقى اما افرح البنات ونشغل اغنيه رمضان بقى، واغاني رمضان اللي انا بشغلها اصلا كنت قبل الهنا مشغله بسنه. اليوتيوب وبصوا البنات بقى عماله بترقص بقى فرحانين. انا عايزه اقول لكم ان اغاني رمضان دي بتدي كده احساس رهيب، باحساس غير بقى الفرحه وغير الرقص لا، في حاجه كده بحس قلبي نفسه بيرقص، بحس قلبي بيتنطط من الفرحه، عايزه اقوم، عايزه اعمل حاجه، عايزه بصوا يعني. لا رمضان بسم الله ما شاء الله روحانيات وحاجه تانية خالص بالنسبه لنا فعلا. يعني ربنا يا رب يعني بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. اغاني رمضان فيها بهجه، فيها بصوا بتخلي قلبي رفرف كده زي ما بقول لكم. قلت للبنات بقى هننضف النيش يا بنات، وعايزين ايه بقى نشيل كل الحاجه اللي فيه وهتساعدوني. قالوا امين امين يابا هتساعدوني. قالوا امين هنساعدك يا ماما. يعني مش هتناموا؟ لا مش هننام. طب هتكسروا لي حاجه؟ قالوا لي لا هتدينا حاجه حاجه وهنرصها لك بالراحه خالص. تمام. مش هتعصبوني؟ قالوا لي لا مش هنعصبك. خلاص تمام تمام. قلت خلاص امين هجربكم بقى في النيش. بقيت اديهم الاطباق وهشجعهم كل لما واحده تروح تودي حاجه بايه بسقف لها تسقيفه. بصوا تيا وهندا كانت مبسوطه قوي بالاغاني. هندا بقى هي اللي كانت الدي جي بتاعنا، هي اللي كانت بتجيب الاغاني وكانت بتسمعنا على مزاجها، بس اغاني رمضان يعني كلها. واحدة واحدة بقى بقيت ان انا اديهم الاطباق والحاجة واحدة واحدة، ويعني كانوا متحمسين جدا جدا ويقولوا لي يا ماما هننضف وهنغسل ومش عارف ايه. وانا بشيل الحاجات دي كان في بالي ان انا مش عارفة لسه هغسل ولا مش هغسل ولا هلمع بس ولا ايه. بصوا دي هندة وتيه. كل لما كنت بولد كل لما كنت بولد جوزي كان بيجيب لي يعني عروسه على البنوته، جاب لي تيه وجاب لي هاندا. لسه بقى ما جبناش ايلا. ودايما انا محتفظه بيهم، كل ما بيعرفوا طريقهم انا بخبيهم في حته تانية. بصوا بقى وتيه كانت مبسوطه عماله بصوا وبترص زي هاندا وبيرصوا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لي فيهم. يعني بصوا كانوا مبسوطين قوي.
قلت لا، يعني بدل ما انا ببقى رايحه جايه كده استغلكم في اي حاجه، طالما انتوا كده كده شقاوه بشقاوه، لا انا استغلها احسن. بس بقى انه اللي عايزه اقول لكم ان يعني الارفف اللي من فوق ما كانتش فيها تراب كتير، فقررت ان انا مش هغسل، هلمع بس. تمام. وانا بقى بفضي النيش، جات لي فكره بقى. بما ان انا فضيت النيش، في فكره كده بقالي من ساعه ما اتجوزت 9 سنين جواز بفكر ان انا اعملها، وكل مره بقول لا ومش لا ومش عارف ايه. كل حاجه لعبت فيها في شقتي، كل حاجه الا حته السفره والنيش دول. فقلت يا بت ليه لا، ما نيجي بقى ننقل النيش مكان السفرة ونحط السفرة مكان النيش. كل تفكيري انه السفرة كانت هتقفل المدخل بتاع الطرقة. تمام. وكنت كل ما بفكر اعمل كده كنت بقول لا وارجع في الفكرة. المرة دي بقى قلت اجازف وانقل واشوف، هشوف بنفسي. يعني الحاجة قبل ما بنقلها انا اصلا من النوع اللي بتخيل الحاجة، اتخيلتها وطلعت حلوة فهي فعلا 98% بتطلع حلوة. اتخيلتها وطلعت وحشة ما بعملهاش وما بجازفش، يعني انا بتخيل الحاجة فعليا قبلها. الا السفرة والنيش دول مش عارفة، حاسة ان انا كنت كل ما اجي اتخيل احس ان السفرة هتقفل مدخل الطرقة. تمام. فكنت بقعد واسكت بقى. المرة دي قلت لا انا هجازف. المهم شلت الارفف بتاعت الازاز دي تقيلة جدا ومتقلة النيش خالص، فقلت ان انا اشيلها وان انا انقل ايه، اجرها من غيرها علشان اقدر ان انا ايه اجر النيش. تمام. طبعا وانت بتنقلي العفش نصيحة مني، ما تجريش الحاجة عليكي، ادفعيها لقدام علشان لو انت جريتيها المفصلات هتتفسخ منك، ايا كان بقى سراير، دواليب، نيش، زي ما انا بقى اي حاجة. يعني حاولي ان انت قوه الدفع هي بتبقى اكتر من ان انت جريتي الحاجه عليكي، يا ريت تبقوا فاهميني في النقطه دي. تمام. بس هنا بقى عبال ما وصلت النيش من اقصى اليمين لاقصى اليسار، انا كنت عايزه اقول لكم مش عارفه اقول لكم ايه، كنت مبسوطه مبسوطه. اصلا انا كنت خايفه، اصلا انا اصلا كنت قاعده متخيله انه هيقع وهيدشدش، خصوصا ان كله ازاز. بصوا كنت مبسوطه جدا ان انا قدرت ان انا انقله من هنا لهنا، الحمد لله. وتم الموضوع، يعني الحمد لله الحمد لله تم الموضوع بدون خسائر ولله الحمد. يعني قعدت بصوا عايزه اصلي ركعتين شكر. زعفت بقى مكان النيش، طبعا تراب بقى ياما، لان انا بصوا بقالي امتى انا عملت الشقه اتبيضت امتى، من سنه تقريبا او سنه وشويه، السنه اللي فاتت، لا هي السنه اللي فاتت زي الايام دي قبل رمضان صح كده. تمام. بصوا بقى الارضيه كانت طبعا طينه خالص، لانه كان مكانه ما كانش ينفع ان انا ما بقدرش ازحزحه من مكانه علشان اكنس تحتيه ولا اي حاجه. تمام. حطيت بقى السفره كده كروكي وقلت اما اشوف، لقيت ان الحمد لله طلعت جميله، وما كنتش اتخيل ان هي تطلع جميله كده. وسعت الصاله عندي وبقت تمام التمام. غسلت كل حاجه وسهرت ورصيته. بصراحه ما رضيتش انام الليله دي قبل ما انا رصت كل حاجه. ليه بقى؟ علشان انا لو كسلت كان ممكن الحاجه تقعد باليوم واليومين والثلاثه كمان. بس بقى وجبت الحاجه اللي انا رصيتها اللي انا اشتريتها، قلت لهند يا هند، يا هند اسمعي كلام ماما. قالت لي لا يا ماما يا بنتي، ما ممكن بعد كده مش هقدر اجيب لك حاجه. قالت لي لا يا ماما ربنا يديك الصحه يا ماما، وهتجيبي لي وهخلي عريسي يجيب لي يا ماما، والله زي ما بكلمكم كده وانا بقول لكم. المهم قلت لها خلاص انت الخسرانه، بصي انا هحطهم في النيش بتاعي وهحتفظ بالعلب. نشوف بقى كمان كام سنة قدرت اجيب لك حاجة، قدرت ما قدرتش هرصهم لك تاني في العلب بتاعتهم. قعدت تضحك. قلت لها يا هند يمين يعيش، وبعدين دي حاجة بتبقى نصيب يعني. بصوا اول علبة بقى ان انا ايه فرحت ان انا، بس بيني وبينكم انا كنت مبسوطة بصراحة، كنت مبسوطة قوي وانا برست الحاجة. انا اصلا بحب اي حاجة جديدة، فقلت اما ايه بقى اجدد النيش بتاعي بقى. مش مهم هندا، يعني هندا صغيرة بس بجد الاسعار بقت حاجة فظيعة. ربنا يكون في عون كل ام واب بيجهزوا، ربنا يكون في عون كل عروسة بتجهز، ربنا يكون في عون كل عريس بيجهز حاجته، سواء العروسة او العريس الاتنين. ربنا يكون في طول عونهم ما انا بجد. ماشيه في السوق بقعد اقول للبياع ليه دي ما كانت كذا، ليه دي ما كانت بكذا. يعني بصوا يقولوا لي دي ما كانت بقى، يعني اسعار خزعبليه، اللي هو الحاجه اللي هي بجنيه ما زادتش الضعف، لا زادت 7 8 اضعاف. فاهمين ازاي؟ فربنا يعني يرحمنا برحمته. رصيت كل حاجه كده في النيش بتاعي وجددته كده، وبصوا بقى شكله قمر قمر قمر، انا فرحانه اساسا. يلا ما علينا، يلا براحتها بقى، براحتها هاندا، وهي الخسرانة بجد.
دخلت بقى المطبخ جري، عايزه اقول لكم غيرت البيجامه لانه خلاص كانت اتملت ميه وكنت مبلوله، عارفين شبه الكتكوت اللي طالع من بركه ميه بجد يعني. المهم دخلت بقى على الغدا علشان اجهزه. هنعمل النهارده حواوشي، قلت ان انا تعبانه طول الليل فخلاص بقى هعمل اي حاجه كده سريعه. عندي هنا يعني بصوا اقل من نص كيلو لحمه، فيها لحمه فيها نسبه دهون كبيره. ولو انت عايزه تعمليها بلحمه ضاني ولحمه بلدي براحتك، لحمه بلدي بس براحتك. وعندي هنا بقى فلفل، تمام، عندي فلفلتين 3 كبار، وعندي بصلتين 3 حلوين برضو. وعندي كمان عودين 3 من البقدونس او الكزبره الخضراء، مش بعرف فيهم يعني بس ما علينا، اكيد انتوا فاهمين. بس بقى بحطهم في الخلاط كله مره واحده. عارفين انتوا لما الواحد يكون تعبان بصوا بنجز، مش بخلط كل حاجه لوحدها وارجع اخلطهم مع بعض، لا خلاص بقى عشان انا تعبانه وعايزه انجز علشان ادخل انام لي شويه. والله اظن صوتي باين عليه يعني، بجد انا تعبانه قوي. بس اللي انا بعمله الايام دي هيوفر عليا قبل رمضان باذن الله، هكون مرتاحه لانه في حاجات كتير عايزه اعملها، تمام، وحاجات كتير هتعجبكم باذن الله ان شاء الله. يعني ربنا بس يديني الصحه ويديني الوقت اللي اقدر انجز فيه حاجات كتير. عندي فلفل اسود وعندي ملح، تمام، هحطهم على الخلطه دي، وعندي بهارات من بتاعه الحواوشي الجاهزه. لو ما عندكيش خليكي في الملح والفلفل الاسود، كفاءه وعظمه مفيش بعد كده. هنخلط الفلفل وكل حاجة. ولو عندك فلفل مثلا مشطشط حامية ممكن تحطي، بس انا عشان البنات وكده. هنحط بقى فصين من التوم، وهنزل باللحمة اللي انا منعماها كويس جدا، وهخلط بقى المكونات دي كلها على بعض. نزلت باللحمة هعجنها بقى، اديها بقى عجنة حلوة جدا جدا مع بعض لحد ما كل المكونات دي تتجانس مع بعض وتحسيها انها بقيت ايه قطعة واحدة. بصوا هعجن بقى البصل والفلفل وكل حاجة، يعني بصوا اعجنها كده عجنة كويسة قوي. وبعدين بقى عشان انا بحب انجز، فهعمل بقى كور، هكورها على عدد الارغفة اللي انا هعملها، تمام، علشان تبقى جاهزة معايا. اهو بكورها كده في حدود مثلا الكورة ممكن 100 جرام، تمام. خلوا بالكم الكمية دي يعني ربع كيلو اللحمة او ازود شوية من ربع كيلو اللحمة مع البصل مع الفلفل هيقطع معاكي، يعني هيديكي كمية حلوة، هيكفيكي. لو انتي اسرة مثلا بتتكون من 4 افراد 5 بالكتير، ممكن نص كيلو اللحمة ده او اقل من نص كيلو اللحمة مع البصل مع الفلفل هيقضي معاكي، يعني هيعمل معاكي غدا محترم. بصوا اهو الكورة هكورها، تمام، وبعملهم بقى على عدد الارغفه. طبعا انا مش هسوي دلوقتي، واحسن حاجه ان انتي مش تستني تحشي العيش وبعدين تستني عليه، لا، علشان اللحمه والكده هتنزل سوائل في العيش فمش هيبقى كويس. فانا بسيبه يعني وقت ما بسوي على الفرن على طول. بجهز العيش معاك اهو بفتحه، تمام، بتفتحي هو عيش العادي البلدي، تمام، وبتفردي الكوره جوه الرغيف، تمام، وبتدخليه بتلفيه في ورق زبده وورق فويل وبتدخليه الفرن، وبتطلعيه. لو انتي عايزاه مقرمش بتسيبيه كده، ولو انتي عايزاه طري بتغطيه طبعا، وبيبقى معاكي احلى حواوشي. هنا بعمل سلطة الطحينة بقى، كوباية من الطحينة الخام، وبجيب بقى ايه كوباية من المية الدافية، وبحط الاول تدريجي، بنزل باول نص من الكوباية واستنى واقلب كويس جدا، بضربها كده بالمضرب اليدوي هتبدا تتقل معاكي وتفتح، يعني تبقى لونها ابيض كده. وبعدين بتنزلي بنص الكوبايه الميه التانية، وتبداي تقلبي تاني، بتضربي بالمضرب اليدوي ده لحد برضو ما القوام بتاع الطحينه بيزيد شويه، ويعني بيتقل شويه وبيبقى لونه فاتح، تمام. بتحطي معلقه من الزيت ومعلقه من الخل، وبعدين بتحطي بقى ملح وفلفل، بتظبطي يعني الملح والفلفل وفص ثوم. بس دي اسهل سلطه الطحينه ممكن تعمليها مع الحواوشي، وهتعجبكم قوي 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 ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على فيديو جديد، تصبحوا على الف خير. اه طبعا ملح وكمون، تمام، ما تنسوش بقى. يلا بقى تصبحوا على خير، باي باي.